مساؤكم شعر. إن شاء الله نتحدث في هذه الدقائق المعدودة عن الشاعر الراحل الورداني ناصف عليه رحمة الله. الورداني ناصف مواليد 1950 وتوفي عام 2010. ترجم له طبعا معجم البابطين للشعراء المعاصرين، وهو من مواليد المنوفية. أنا الحقيقة ما كنتش أعرف الأستاذ الورداني، فتقريبا عام 2002 أو 3 أو 4 على ما أذكر دعاني الدكتور محمود خليفة غانم عليه رحمة الله، وكنت اتعرفت عليه في أحد الندوات. دعاني لندوة الأربعاء أو لقاء الأربعاء بنقابة الصحفيين في الدور الأول. كانت الندوة عامرة وبها شعراء وشاعرات من جميع أنحاء الوطن العربي، وكان بيحضر معنا باحث مهندس اسمه الغروري عليه رحمة الله. عندي كتاب لي إن شاء الله بنتكلم عنه أيضا، عبد المنعم الغروري. وقدمني الدكتور محمود خليفة غانم للأستاذ ورداني عليه رحمة الله، وتعرفت عليه. كان إنسان طيب وجميل ومتواضع، وللحقيقة هو أول من نشر لي في جريدته الغراء، أظن الأهرام المسائي، هفتكر اسمها دلوقتي، أظن المسائية كان اسمها، لأنها اتغيرت بعد كده، اسمها المسائية اتغيرت، وبعدين كانت يمكن تبع مؤسسة الشعب اللي في الشارع القصر العيني، معرفش حاليا موجودة، اتغيرت لاسم تاني وبعدين تقريبا اتلغت خالص يعني. الأستاذ الورداني ناصف هو في الأصل قال لي إن هو خريج تربية رياضية. طبعا بقينا أصدقاء، وكل فترة يعني كنت أواظب كل فترة أحاول إن أنا أكون موجود، ونشر لي كما قلت وشجعني على مواصلة السير في مجال الأدب والشعر. عشان ما أطولش عليكم، هقرأ طبعا سيرته الذاتية أو جزء منها، وهقرأ بعض النصوص. هو طبعا أخوه صديقنا الجميل صفوت ناصف الصحفي، وأيضا كان ماسك في المسائية، وبعدين تحولت للأخبار المسائي يمكن، حاليا موقع يمكن على النت بينشر فيه أيضا لينا وللأصدقاء الشعراء. الأستاذ الورداني ناصف أظن كان ساكن في مايو على ما أذكر. خلينا طب نقرأ الجزء من السيرة ونماذج عشان الوقت. طبعا هو له ديوان أو ديوانين، أنا ما عندي ديوان واحد تقريبا، أو يمكن عندي التاني ومش مش يعني ما قدرتش أعثر عليه أو مش قدامي. هذا الديوان الجميل، قطرات من الشوق، الشاعر الورداني ناصف، ده الهيئة العامة للكتاب، 2007. سيرته الذاتية في عجالة أو بعض من سيرته الذاتية. نائب رئيس تحرير جريدة المسائية، ورئيس قسم الأدب والثقافة بها، عضو نقابة الصحفيين، عضو اتحاد الكتاب، رئيس جمعية الأدب والفكر المعاصر، الجمعية دي اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، رئيس ومؤسس ملتقى الأربعاء الأدبي بنقابة الصحفيين، عضو في العديد من الجمعيات الأدبية. طبعا أنا كنت بشوفه بقى في ندوة الدكتور الحضيري عليه رحمة الله الليبي اللي حكينا عنه، وكان أحيانا بيحضر معانا في دكتور إبراهيم صبري في المرج، وأحيانا كان بيحضر في رابطة الأدب الحديث، وأحيانا كنت أقابله في وسط البلد لما بيكون خارج من النقابة، أو أنا من عشاق منطقة وسط البلد يعني، فكنا نتقابل، يمسك إيدي ويقول لي راح فين، ويخليني معاه يعني في أي مكان. كنت أعتبره كأخي الأكبر يعني، وكنت يعني أكن له كل الاحترام والتقدير والمحبة عليه رحمة الله. حصل على المركز الأول في الشعر على مستوى جامعة حلوان، وطبعا خريج جامعة حلوان، عامين متتاليين 76 و77. حصل على المركز الأول في الزجل على مستوى جامعة حلوان أيضا 76. حصل على المركز الثاني في الزجل على مستوى الجمهورية من بين 389 متسابق عام 79 في المسابقة التي نظمتها الثقافة الجماهيرية آنذاك. كرمته الدولة في عيد الفن والثقافة عام 79 لدوره ومساهماته في إثراء الحركة الأدبية. شارك في العديد من المهرجانات الشعرية على مستوى الجمهورية، وحصل على شهادات تقدير ودروع وميداليات لإسهامه في المشاركة فيها. صدر له ديوان همسات الورد، أنا ما عنديش همسات الورد، أو ربما عندي وما يعني مش متذكر هو فين. وله تحت الطبع ديوان دعيني أحبك، وملحمة زجلية بعنوان غنوة أمل تناول تاريخ مصر الحديث. أستاذ الورداني ناصف شاعر حقيقي، ربما هو لم يخلص للشعر كغيره بحكم عمله ومهنته الصحفية، لكنه خدم الشعراء ونشر للكثير والعديد من شعراء الأقاليم ومن الشعراء الذين كانوا في بداية
حياتهم وتعرفهم بالمجتمع الأدبي والشعري عليه رحمة الله. وكان يدعيني لما يبقى في مؤتمر في نقابة الصحفيين، حتى لو مش خاص بالشعر كان بيدعيني، أو كسوفة كانت بتعمل أحيانا عن طريق السفير الدكتور بكر، فكان يدعيني أيضا لمهرجان كسوف كل سنة أيضا في نقابة الصحفيين، وإلى ما لغير ذلك عليه رحمة الله، فله فضل كبير. كان دايما لما نحضر يقول قصيدة دايما، يعني أنا أتذكر أنه كان دائما يقولها أو يلقيها، يعني أبي قال لي، أبي قال لي وحين تفتح عينيك كل صباح فبسمل وحمدل وقل لا إله سوى الله، هلل وكبر تكن دائما في صفا وارتياح، وقم من سريرك وارفع يديك وعينيك نحو السماء، وقل صافي القلب استغفر الله من كل ذنب ومن أي ذنب ومن كل داء، وصل له ركعتين إذا ما توضأت واشكره أجزل له في الثناء، تضرع إليه بشوق وسله يمد إليك بصور العطاء، وأدرك بني بأن اللجوء إلى الله غنم وأن الخضوع علا وارتقاء. أبي قال لي إذا سرت في الأرض فاضرب برفق، طبعا ده تناص مع القرآن، فإنك لن تخرق الأرض، وصايا لقمان الحكيم لابنه. يوما ولم تبلغ الطود طولا، ولو جاءك البعض كي يسألوك ويلقوا عليك كلاما ثقيلا، إلى آخر. طبعا قصيدة جميلة وطويلة، خدت منها طبعا جزء صغير. أيضا قالت لما أحببتني، قلت اسألي هل الغرام إذا أتى أسباب، فلقد تفجر نبعه في مهجتي شوقا وصار بعمرنا ينساب، قدر هو الحب الذي يجتاحني أوليس في القدر الجميل صواب، قالت أخاف عليك من لفحاته فبه اصطلى وتعذب الأحباب، فأجبتها ونداه بل جوانحي ما في الهوى للعاشقين عذاب، لكنه انضم قدرا من شجع فمن الشجا تتفجر الأطياب، ودنت يخضب وجهها سحر الهوى وعليه من فتن الجمال نقاب، قالت أحبك فوق ما تصبو الرؤى بل فوق ما تتصور الألباب، فاغضرت الكلمات فوق شفاهنا وتراقصت من سحرها الأهداب، وانساب لحن الحب في همساته وتعانقت بشفاهنا الأكواب، ودنت أناملنا يضمخها الهوى ويدور همس بينها وعتاب، فترنحت في نشوة أعطافنا وغدت تعانق بعضها الأثواب، يا من تغلغل في فؤادي حبها وبدا على أعمارنا ينساب، إلى آخر القصيدة الجميلة الماتعة. أيضا له نص جميل الحديث بقية، والتقينا وفي العيون بريق، والتقينا وفي العيون بريق زانه الحب بالمعاني السنية، جمعتنا في جنة الحب نجوى واحتوتنا بظلها العامرية، قدمت كفها تعانق كفي يا لسحر كفها المريمية، فدنا القلب في اشتياق إليها يتناجى بأغنيات شجية، قال كم شاقني هواك فقالت وأنا اشتقت، قال كم شاقني هواك فقالت وأنا اشتقت روحك العذرية، قال طال البعاد عنك كثيرا لم أجد فيه من ليال هنية، قالت البعد قد أثار بقلبي جذوة الحب والشجون الخفية، فيه أحسست أن حبك أغلى من حياتي بدونه لا هوية، إلى آخر. طبعا القصيدة الماتعة عليه رحمة الله. وكان أيضا بيدير صالون الشاعر اليمني السفير عبد الوهاب الشميري عليه رحمة الله، الشاعر الكبير الورداني ناصف، وإلى أن نلتقي مع شاعر آخر، إلى اللقاء.